السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ طبعا انا مبسوطة جدا جدا ان انا بصور دلوقتي مع دكتورة ايمان. وحقيقي سعيدة جدا ان انا واخد صور معانا. وانا عارفة ان انتوا كنتوا نفسكم تسمعوا كلمة من الدكتور، عشان كلكم اكيد بتحبوها جدا شبه انا بحبها جدا كده. فبعد اذن حضرتك كده تقول لهم كلمة كده سريعة والثانوية العامة. اهلا بيكم يا شباب، وطبعا هنقول انتوا ابطال السنه دي. واحنا عارفين ان انتوا بادئين مذاكرتكم بقالكم تقريبا داخلين كده على سنه من شهر تقريبا 7 اللي فات. فربنا معاكم، وعارفه ان الفتره دي فتره صعبه جدا. ليه؟ لان احنا بقالنا كتير بنذاكر، فخلاص ابتدى اكيد الملل يتغلغل جوانا. فيعني عايزه اقول لكم علشان بس يعني ان شاء الله نعدي الشهرين الفاضلين دول على خير، بما اننا تعبنا كتير مش عايزين بقى يعني نضيع كل اللي احنا تعبناه. فالفتره اللي احنا فيها دي فتره حرجه جدا. اللي انا طالباه منكم في الفتره دي عشان ان شاء الله كده تعدي على خير، ان احنا ننظم وقتنا، لان تنظيم الوقت ده هو اساس النجاح في اي عمل. ننظم وقتنا بمعنى ان احنا نعمل الجدول ده نقسمه كده على مدى اليوم. اعتقد ان انتوا تقريبا المناهج خلصت واحنا دلوقتي في فتره المراجعه، فبالتالي نعمل جدول مع نفسنا ان احنا كل يوم هنمسك فيه ايه. وندي برضو نفسنا يعني فتره كده بريك في النص، يعني ما يبقاش برضو موضوع متواصل علشان ما نفصلش. والبريك ده دايما انا بقوله يا ريت ما يبقاش على سوشيال ميديا ولا على الموبايل خالص. الفتره دي على قد ما نقدر نحاول ان احنا نبعد عن السوشيال ميديا يا شباب، لان احنا مش متحملين اي حاجه نفسيه تاثر علينا. فاللي انا طالباه منكم هنعمل ان شاء الله جدول وهنلتزم بيه، ناخد فيه فترات كده بريك في النص. البريك ده ممكن يكون مثلا ما بين الماده والماده، نقول مثلا في الدروس تبقى ساعه. الساعة دي دايما زي ما انا بقول تحب ان انت تقعد مع ماما وبابا تتفرج فيها على حاجة في التلفزيون، عايز تنزل تروح كده حتة جنب البيت وترجع، مفيش أي مشكلة خالص. بس الفاصلة دي مهمة جدا عشان تقدر ان انت ترجع مرة أخرى. عايزة اقول برضه لو حد فيكم متأخر في المنهج مراكم عليه حاجة، أنا مش عايزاه يقف. بمعنى أنا عايزاه برضه يعمل جدول، الجدول ده هيمشي فيه الاتنين مع بعض، يعني هيمشي يبتدي الجدول بالمراجعه بتاعته العاديه، الحاجات اللي خلصها، والمتراكم عليه كل يوم هياخد جزء، يعني كل يوم ياخد نقسم جزء. ده ليه؟ لان انا مش عايزاك توقف مراجعتك بحيث ان انت تحس ان انت عمال بتذاكر القديم وزمايلك كلهم بدأوا مراجعه، فده في حد ذاته هيأثر عليك سلبيا وهيديك حاله كده من الاحباط. فاحسن حاجه ان احنا نمشي الاثنين مع بعض، فهتلاقي الدنيا معاك مشيت كويس قوي. وطبعا حل الاسئله يا شباب دي اكيد دي حاجه اساسيه في الفتره اللي احنا فيها دي، ولكن يا ريت قبل الامتحان يعني بفتره معقوله كده، ممكن نقول مثلا اسبوع او اسبوعين بالكتير نوقف حل الاسئله خالص، علشان انا بشوف دايما ان حل الاسئله قبل الامتحان على طول يعني ايه ممكن بيعمل حاله ربكه كده او قلق جوه الواحد. فخلاص احنا بقالنا فتره عاملين بنحل في اسئله وهنقعد شهر ونص برضه مثلا نحل، فقبل الامتحان باسبوعين نوقف تماما حل الاسئله. هنلاقي الامتحان دكتور برضه ما يحلوش اسئله عشان لا بلاش، لا حتى انا في الكليه بقول للطلبه بلاش ليله الامتحانات دي حل الاسئله خالص. انا واحده من الناس لما كنت طالبه سواء في المدرسه او في الكليه كنت بتوتر جدا من حل الاسئله قبل الامتحانات، لان ساعات بحس كده بس بيبقى لو غلطت في اسئله نهار ابيض انا بكره هروح احل ازاي. فبلاش خالص حل الاسئله، ويعني خلاص احنا ذاكرنا وحلينا بما فيه الكفايه، مش هتفرق ليله الامتحان دي في الاسئله اللي هتيجي. عايزه اقول لكم ان يعني احنا دايما بنقول احنا عندنا السعي والنتيجه بتاعت ربنا. اتعبوا واعملوا اللي عليكم وما تاثروش، وارضوا ضميركم واعرفوا ان ليس في الامكان اكثر مما كان. بس الكلام ده مش نقوله ونردده بلساننا، لا لازم من جوانا نبقى مقتنعين بيه. ليه؟ عشان ان شاء الله لما تطلع النتيجه باذن الله ربنا يكتب لكل واحد الكليه اللي فيها الخير ليه، واديني باكد تاني الكليه اللي فيها الخير ليه. انا عمري ما بدعي لحد بقول له يا رب تدخل كليه الطب، عمري ما بدعيه. يعني دايما يقول لي دكتور العين ادخل كليه الطب، اقول لهم لا محدش عارف الخير فين، يعني عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم انتم لا تعلمون. والكلام ده يا شباب هتعرفوه في مدى حياتكم كلها على فكره، مش في الكليه وبس. في حاجات كتير جدا بنفتكر انها خير لينا وسبحان الله لما بتحصل بنقول يا ريتها ما كانت حصلت، والعكس في حاجات كنا يعني زعلانين انها جت ولما جت عرفنا ان هي الخير لينا. وابسط مثال انا قلته، انا لما اخدت الهيستولوجي كنت بقول ايه ده؟ ليه كده؟ ليه؟ يعني كنت زعلانه ان انا اخدت الهيستولوجي، سبحان الله بعد مرور السنين اكتشفت ان هو كان الحاجه اللي فيها الخير ليا، بس انا ما كنتش شايفاها وقتها. فده اللي انا عايزه اقوله لكم، احنا بنذاكر وبنعمل اللي علينا
فبالتالي ربنا ما بينعش على حد. الكليه اللي هتيجي ليكوا هي الكليه اللي فيها الخير. وليه؟ عشان انتوا يا شباب تعبتوا، يعني مش مثلا محدش قاعد مثلا مريح وما ذاكرش طول السنه فبالتالي يقول اصل الكليه اللي جات لي كليه فيها الخير. لا، انتوا تعبتوا علشان كده الكليه اللي ربنا هيكتبها لكم اعرف ان الكليه دي هي اللي هيبقى فيها الخير ليك، وهي دي اللي ربنا هيكتب فيها النجاح ليك. ربنا كده يوفقكم ان شاء الله باذن الله، ويكمل لكم طريقكم على خير، ويبارك لكم باذن الله، وكل واحد فيكم ناجح في مجاله. شكرا لكم يا شباب. شكرا لحضرتك يا دكتور، شكرا جدا، مبسوطه جدا انك كنت معاكي النهارده. شكرا لك يا ناس. مع السلامه. مع السلامه.